السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نكمل. طيب احنا كنا واقفين هنا عند الجزء ده، هما الاتنين دول. تمام. طيب احنا اخدنا منهم كوبي، ناخد منهم كوبي، شيفت دي، انتر، ام، كوبي. تمام، بقى عندنا نسختين دلوقتي. طيب اللي هنعمله ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي محتاجين نرسم الشكل اللي هو اللي بره ده. نرسم الشكل اللي هو اللي بره ده زي المثلثات كده. تمام. زي ما انتوا شايفين هتلاقوا ايه الشكل دوت ماشي على حرف النعل بتاعه، ومن هنا ماشي لجوه كده. فاحنا الجزء اللي حددناه ده هو اللي هيساعدنا نعمل الكلام ده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنمسك الشكلين دول، نمسك الريفرنس، ندوس سلاش، نظهر الاختصارات. تمام. نظهر ندوس سلاش من الكيبورد، سلاش اللي هو الزرار ده. تمام. اول حاجه هنعملها ايه؟ نمسك الشكلين دول. تمام. لو لقيت الزوم بيعمل معاك مشكله، روح على حرف الذال واختار فيو سيلكتد. تمام، هتلاقي الزوم ظبط. طيب احنا عندنا الشكل ده لو حركته، بص، لما بتحرك شايف البوينت دي السنتر بوينت بتاعته. هي فين؟ هي في السنتر هنا في النص السبيس بتاعتك اهي، عند الكاروسيل دي. تمام. ودي برضو نفس الفكرة. تمام، لازم تكون السنتر بوينت هنا. تمام. لو السنتر بوينت مش موجودة في نص الورلد بتاعك، تمسك الشكل، تعمل كليك يمين، set origin، تخليها origin to 3D carousel هنا كده، هيجيبها لك هنا تلقائي. تمام. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنضيف مكعب من مش، نختار كيوب. ممتاز. ندخل جوه الايديت مود، اس سكيل لحد لما يكون مثلا كده. نبص من هنا. ممتاز. احنا عاوزينها يعني نعدل فيها في الاكس، ندوس اس واي، نصغر كده، بعدين اس زد كده. دي الوحدة اللي هنعمل منها ايه؟ الشريط ده كله. لو لاحظت ان الشريط هنا تقريبا فيه 3 مثلثات، 1 2 3، ومتكرر الناحية التانية في 2، بس احنا هنعتمد اللي هو ال3. طيب نروح للشكل بتاعنا، حرف الذال عشان نقرب منه، ندخل edit mode زي ما احنا كده، ونضيف لوب كات. نضيف هنا 2، ما تحركش الماوس، كليك او انتر انتر. تمام زي ما هم. ولوب كده، لوب واحدة هنا، انتر انتر. بعدين سيلكت اللوب دي والالت شيفت التانية دي، والت شيفت التالتة دي. اتأكد ان هو عامل سيلكت ليهم كلهم. تمام. نقرب كده وندوس كنترول بي لحد لما يدينا الفواصل دي كده. تمام. بعد كده نمسك الأوجه دول، نعمل insert I، وادخل مثلا لحد هنا كده، بعدين S0، لا S0. تمام. كده الفيسز اللي احنا حددناها بقت 0، فهي مش باينة، بس احنا لسه عاملين لها سيلكت. خد بالك ما تضغطش اي انتر بعد السكيل. ماشي، فدوس جي زد واطلع بيها كده. حلو. ممتاز. طيب احنا عايزين نحدد الشكل بتاعنا ده بحيث ان هو يثبت على الشكل ده، لان احنا لو جينا عملنا سب ديفيجن، بص هتلاقي الشكل باظ. ارجع تاني، ادخل edit mode، فعل الأداة المسؤولة عن تحديد الايدج، بعدين نروح على select من هنا نختار sharp edges. هو كده هيحدد هيحدد الشارب ايدجز، الايدجز اللي هي حادة، اللي فيها حادة، زوايا حادة زي كده. تمام. روح هنا كده. ممتاز. كده حدد الزوايا كلها الحادة. احنا محتاجين السلكت ده كله زي ما هو كده. تمام. بعد كده نقرب كده وندوس كنترول بي، واسحب سنة صغيرة خالص. احنا عايزين حاجة بسيطة خالص زي كده مثلا. ماشي. تمام. وتعالى هنا خلي المتر اوتر خليها ارك. هي هتكون كده، تكون كده زي ما انت شايف كده. خليها ارك كده. تمام. بعد كده دوس سب ديفيجن، هتلاقي الشكل ظبط معاك، وبعدين تشيل سموث زي الفل.
افتح الاوبجكت من البروبرتيز، هتروح على الاوبجكت اللي هي الايقونة دي، لازم تبقى شايف الاعدادات دي. خليك فاكر ان النافذة بتاعت الترانسفورم دي اللي هنعمل منها الانيميشن بعدين. خليك فاكر ان الويندو دي اللي هي الترانسفورم، من هنا هنقدر نعمل الانيميشن من البوينتس اللي هنا دي والارقام اللي هنا دي. تمام. طيب احنا دلوقتي عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين ننزل الشكل دوت يمشي على احراف الجسم دوت، ونفس الكلام هنا بحيث يدينا نفس الشكل للريفرنس ده. تمام. ده عاوزين نفلب لتحت كده. ممكن تعمل ار وتلف مثلا كده، لا كده برضو، لا ار اكس، ايوه كده. بس في حاجة تانية، احنا ندخل في الايديت مود، او زي ما انت بره الايديت مود سيلكت، بعدين ندوس كنترول ام زد، كده هو عمل فليب، بقى الشكل باصص لتحت، عشان لما نضيفه تحت هنا يبقى وشه لتحت زي ما هو هنا في الريفرنس. تمام. طيب اللي عايزين نتأكد منه ونركز عليه جامد هو السنتر بوينت. بص لما نعمل سيلكت لده ونحركه كده، السنتر بوينت بتاعته في النص. تمام. ممتاز. وهنا ده السنتر بوينت بتاعته زي ما هي هنا كده في نص الورلد بتاعك هنا في عند الكاروسيل، ودي نفس الكلام. دول اهم 3 حاجات لازم ناخد بالنا منهم. تمام. نمسك الشكل ده، نروح على add modifiers، نروح هنا نضيف له من generate، نختار array. حلو. array هيعمل ايه؟ هيعمل لنا ايه؟ زي ما انت شايف كده بيكرر. لو جيت تزود الاري من هنا، بص بيزود. احنا نزودهم مثلا اي رقم دلوقتي، وتعالى هنا في المسافة اللي بينهم زود من هنا كده، دوس شيفت وانت بتزود عشان خاطر تقدر تتحكم فيه، مثلا اي رقم دلوقتي. طيب اللي هنعمله دلوقتي هو هنضيف افكت تاني او حاجة في الموديفايرز اسمها من دي 4 نختار كيرف. تمام. حلو. لو لاحظت هنا هتلاقي الكيرف اللي هي الايقونة اللي هنا شكلها احمر. احمر ليه؟ لانها لسه هو مش عارف يعمل كيرف على ايه بالظبط. تمام. طيب امسك الشكل بتاعك، عايزين نحوله لايه، لكيرف عشان خاطر الشكل ده يمشي عليه. خد بالك احنا لما نحول ده الكيرف، وده احنا ضايفينه هنا في الموديفايرز، ضايفينه هنا كيرف عشان خاطر يمشي عليه، فهو محتاج كيرف يمشي عليه، ده نحوله الكيرف بقى. تمام. ده لو جيت تدخل في الايديت مود هتلاقيه لسه زي ما هو بالاعدادات بتاعته. احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزينه يمشي يحافظ على الشكل ده. هنروح نعمل له للسب ديفيجن، هنعمل له ابلاي. تمام. تيجي تدخل كده هتلاقي عمل كده. احنا عاوزين الحرف بتاعه بس، الايدج اللي بره دي بس. تمام. طيب هنمسك الشكل زي ما هو، مش هنعمل فيه اي حاجه، بس هندوس كليك، هنروح على convert to curve. تمام. بقى الشكل كده واخد الانحناء بتاعنا وزي الفل. تمام. طيب هنروح للشكل بتاعنا هنا، نروح للكيرف اللي احنا ضفناه، الاي دروبر، نختار الكيرف بتاعنا. بص اول ما تقرب هو اتعرف عليه خلاص، دوس كليك، ظبط على طول. ظبط على طول ليه؟ الحتة دي لازم تركز فيها جامد، لان احنا في البداية ظابطين الشيب دوت، السنتر بوينت بتاعته هنا في النص السبيس بتاعتك عند الكاروسيل. تمام. لازم تكون هنا. ونفس الكلام الشيب اللي كان هنا كان السنتر بوينت بتاعته هنا زي ما هو هنا كده. تمام. وال والوحدة دي او الشكل دوت نفس الفكرة برضو، السنتر بوينت بتاعه كان في النص، وهو على بعضه كان في النص هنا عند الكاروسيل، يعني التلاتة كانوا هنا. تمام. طيب ده لما ضفنا له الاري، تمام، ادانا التكرار. ولما ضفنا له الكيرف بتاعه ده، الافكت بتاعه الكيرف مشي على الكيرف اللي احنا ضفناه ده، هو اخده زي مسار كده عشان يمشي عليه. طيب نمسك الشكل بتاعنا هنا، نروح على الاري نزود بقى لحد لما توصل هنا كده، ودوس ايه، ماشي، ممكن تزود كمان واحدة. هيجي هتلاقي عندك المساحة دي عايز تظبطها، عايز تخليهم كلها واحد، كل المسافات واحدة. روح هنا على الرقم اللي هو دوت، زوده رقم مثلا 3، يعني على الرقم اللي هو موجود زوده رقم 3 مثلا، أو رقم 2. لأ كده زاد أوي، نروح نعمل ايه، ننقص الرقم ده نخليه 1 مثلا.
حلو، واحد ظبط كده، بقت المسافات كلها ايه واحدة. تمام، ممتاز. نفس الفكرة هنعمله هنا. في تركية مهمة لازم ناخد بالنا منها هنا برضو. الشكل ده بعد لما نحوله كيرف، او الاول اعمل له ابلاي للسب ديفيجن الاول. تمام، تدخل كده هتلاقيه زي ما هو حافظ على الكيرف بتاعه. نروح نعمل convert to curve. تمام، حلو. هنمسك الشكل دوت shift D ودوس انتر. كده في اتنين فوق بعض انت مش شايفهم. تمام، واحنا عاملين سيلكت الواحدة فيهم. لو جيت تبص هنا هتلاقي الاتنين ده وده هما الاتنين النسختين اللي فوق بعض. هنمسك اي واحدة فيهم. تمام، وهنعمل ايه؟ هنروح على الكيرف، ندوس اكس هنا. ماشي، وبعدين هتلاقي الاري باظ لان هو مش لاقي مسار دلوقتي يمشي عليه. دي النسخة التانية اللي احنا عملناها. هنروح نختار من الاي دروبر النسخة التانية كده زي الفل. بس طبعا محتاج ايه؟ تظبط الارقام بتاعته، لان هنا الارقام هنا كانت ماشية كويسة مع المساحة دي. هنا بقى محتاج تنقصها شوية. هتيجي تمسك دوت وتروح على الاري، قلل كده الارقام لحد لما تلاقي مثلا كده. ممكن كده مثلا، وايه ممكن تزود واحدة. لا، هنزود بس المسافة اللي بينهم. نروح هنا على المسافة دي، نروح هنا نزود رقم، نخلي مثلا الواحد دوت خليه مثلا 5. دوس انتر. لا، كنترول زد تاني، زود على الرقم دوت. شيل الواحد اللي في الاخر ده وخليه مثلا 3. حلو، زي الفل. هي دي محتاجة سنة بسيطة بس عادي يعني، مش هتعمل مشكلة. ممتاز، زي الفل. احنا هنعمله ايه دلوقتي؟ هنمسك الشكل بتاعنا دول زي ما هما كده، بس خد بالك لازم تعمل سيلكت لكله. يعني هتعمل سيلكت للوحدة اللي هي دي، والكيرف بتاعها اللي هو المسار. تمام، شيفت هنا، حاسب شيفت هنا، وبرضو المسار بتاعها. ممتاز. تعالى كده بقى، بص من هنا ودوس سلاش تاني عشان خاطر تظهر اللي انت خفيته. تمام، بص هتلاقي الشكل بتاعك ظبط على طول. بس محتاج يتظبط كمان شوية، محتاج يدخل شوية لجوه، هو مش على الحرف أوي كده. سهلة جدا. هندخل هنا نمسك الأوبجكت دوت، الوحدة اللي احنا عملناها، ندخل في الإيديت مود. معلش يرجع تاني وحدد دول ده، أو خليك زي ما انت امسك بس ده كده. ادخل في الإيديت مود. تمام، بس احنا محتاجين نشوف، مش عشان نشوف الكلام دوت. ارجع تاني معلش، واظهر. امسك السلكت بتاع، امسك المسار بتاعه اللي هو الكيرف، ونفس الفكرة هنا. شيفت ده وشيفت المسار بتاعه اللي هو الكيرف. تمام، حلو كده. ومع الريفرنس دوس سلاش تاني عشان يخفي لنا كل حاجة، يسيب دول. اللي عايزين نعمله دلوقتي ايه؟ نمسك الشكل ده نبص من فوق كده. لا، الريفرنس واقف لنا كده، نطفيه. احنا اللي احنا عاوزينه، بص من الريفرنس. فين الريفرنس؟ الريفرنس فين؟ اهو. طبعا الملفات هنا باظت، فاحنا هنظبطها دلوقتي. يعني دخلت في بعضها. عاوزين الشكل اللي احنا عملناه. بص في هنا 2 مللي كده، احنا عايزين نمشيه شوية لجوه. ماشي، ونفس الفكرة هنا ندخله شوية لجوه. خلاص، اطفي الريفرنس مش عاوزينه. تعال امسك الشكل بتاعك من هنا، ادخل edit مود. شايف الشكل ده؟ هنمشيه بره شوية عن السنتر بوينت. هندوس جي واي. لا، حاسب. select all الأول، A select all، بعدين جي واي لحد هنا كده مثلا، بعدين اخرج بره. لا كده العكس، احنا عاوزين بقى لجوه مش لبره. كنترول زد، كنترول زد، بعدين جي واي الناحية التانية كده كمان شوية. زي الفل. بص المسار بتاعه هنا اصلا وهو دخل عنه شوية. تمام، متأكد ان الارقام والمساحات تمام. نفس الفكرة هنا، بدخل edit mode، select all، جي واي هنا كده. هنا ده طلع بره، فاحنا عاوزين نعمل العكس. كنترول زد، كنترول زد تاني، ايوه، بعدين جي واي الناحية التانية. تمام، هتلاقيه مشي لجوه زي الفل. اظهر بقى، دوس سلاش تاني، يعني زي الفل كده اوي.
ماشي، انت ممكن تظبط فيه شوية، يعني ممكن تنزله شوية تطلعه شوية، بس ده يعني دي تركاية مهمة جدا لازم تنفذها بنفس الخطوات اللي انا عملتها دي. تمام، وتتأكد من موضوع السنتر بوينت والكلام دوت. تمام، يبقى احنا كده خلصنا التركاية دي، والفيديو ده لحد هنا خلص. ونكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.